السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الركلات امام جابي امام محمد الشناوي، محمد الشناوي جول. هدف اول لفلامينغو البرازيلي من نقطة الجزاء، هدف اول من نقطة الجزاء على الدقيقة 10. جابي يسجل اول الاهداف ويفرح الانصار لفلامينغو البرازيلي. 1-0. بيدرو متراجع، ركلة الزاوية، اللعبة داخل الجزاء. الله! القاطرة الحمراء لا تتوقف ابدا، لا تتوقف ابدا، بل تقف لها احتراما، لان طموحها لا يتوقف ابدا وانجازاتها لا تتوقف ابدا. عادت نعوضها مرمى. الله 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 الله! حلق يا نسر عالي، حلق يا اهلي عالي في كل مكان. يا اهلي يا غالي، دايما انت في العلالي، دايما انت في العلالي. شناوي 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 شناوي. هدف ثاني بخطأ من الشناوي. قلنا برافو الشناوي في الاولى. بيدرو عاد مرة أخرى ليحرز الهدف الثاني في خروج مكان بينالتي. شناوي والكلمة لمن؟ جابي شناوي. جابي يسجل الهدف الثالث. جابي ينجح في الثالث، الهدف الثالث لفلامينغو البرازيلي. 5 خلاص البرونزية لفلامينغو البرازيلي بأيدينا وبأخطائنا. فلامينغو يقهر الأهلي ويتوج ببرونزية مونديال الأندية. حقق فريق فلامينغو الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية على ملعب طنجة. وسجل فلامينغو هدف التقدم عن طريق جابريل باريوسا من ركلة جزاء في الدقيقة 11، ثم سجل أحمد عبد القادر هدف التعادل الأهلي في الدقيقة 38، وفي الدقيقة 60 سجل الأهلي هدف ثاني عن طريق أحمد عبد القادر، ثم سجل فلامينغو هدف التعادل عن طريق بيدرو في الدقيقة 77، وفي الدقيقة 84 سجل جابريل باريوسا هدف ثالث من ركلة جزاء، ثم سجل بيدرو هدف الرابع لفلامينغو في الدقيقة 91. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله.